نظريات المؤامرة بتقول إن الماسونيين مسيطرين على الحكومات والاقتصاد وحتى وسائل الإعلام. إحنا كل يوم بنسمع كلام عن الماسونية. طب هل الماسونيين هم الجماعة السرية اللي بيتقال إنها بتحكم العالم من وراء الستار؟ وإن كل الأحداث الكبيرة اللي بتحصل في الدنيا بتخطيط منهم؟ طب سؤالي، هو كل الكلام ده فعلا حقيقي؟ وهل الماسونية فعلا منظمة بتحرك العالم؟ ولا مجرد وهم ونظرية مؤامرة؟ طيب خليني أسألك سؤال مبدئي، إيه هي الماسونية أصلا؟ الماسونية مش حاجة جديدة، دي منظمة سرية ظهرت رسميا في سنة 1717، لكن بيقال إن جذورها أقدم من كده بكتير. في البداية كانت زي نادي سري للمهندسين والبنائين اللي بيبنوا الكاتدرائيات الضخمة في أوروبا، لكن مع الوقت تحولت لجماعة غامضة بتضم ملوك وساسة ومشاهير. المعلومة الغريبة إن جورج واشنطن وبنيامين فرانكلين ونابليون بونابرت كانوا ماسونيين. طب يا ترى رمز العين اللي فوق الهرم على الدولار مرتبط بالماسونية؟ رمز العين اللي فوق الهرم على الدولار مرتبط بالمعتقدات الماسونية، لكنه رسميا بيمثل العناية الإلهية وفقا للحكومة الأمريكية. الماسونيين استخدموا رموز مشابهة، مما غذى نظريات المؤامرة بأنهم وراء تصميمه. طب تفتكر الماسونية بتحكم العالم فعلا؟ نظريات المؤامرة بتقول إن الماسونيين مسيطرين على الحكومات والاقتصاد وحتى وسائل الإعلام. أشهر تهمة ضدهم إنهم بيخططوا لنظام عالمي جديد يسيطروا فيه على كل حاجة. المفاجأة، رغم إن عندهم نفوذ قوي عبر التاريخ، مفيش دليل علمي أو وثائق مؤكدة بتثبت إنهم بيحكموا العالم. ليه كل الرؤساء والزعماء الكبار عندهم رموز ماسونية في حياتهم؟ الماسونية عبر التاريخ كانت بتجذب الشخصيات المؤثرة، سواء من السياسيين أو رجال الأعمال أو حتى العلماء. فكرة التنظيمات السرية كانت بتدي لأعضائها باور ونفوذ من خلال شبكات علاقات قوية جدا، وده اللي خلى ناس كتير من النخبة السياسية والاقتصادية تنضم ليها. هل ده معناه إنهم بيحكموا العالم فعلا؟ مش بالضرورة وجود رموز ماسونية عند بعض الزعماء مش دليل قاطع إنهم جزء من مؤامرة عالمية. بعضهم كان مجرد عضو في الماسونية كنادي اجتماعي زيه زي النوادي السياسية والاقتصادية اللي بتجمع المؤثرين، لكن في نفس الوقت في نظريات بتقول إن تأثير الماسونية بيظهر في القرارات السياسية العالمية بشكل غير مباشر. تفتكر الماسونية دين ولا حاجة تانية؟ الماسونيين بينكروا إنهم دين لوحدهم، لكن عندهم طقوس غريبة ورموز ليها أبعاد دينية. بيقولوا إنهم بيؤمنوا بالمهندس الأعظم للكون، لكن مين هو المهندس بالظبط محدش عارف. الحقيقة الصادمة، في دول كتير زي ألمانيا وروسيا والعالم العربي الماسونية ممنوعة تماما ومصنفة كمنظمة مشبوهة. وطبعا بكل تأكيد لازم يكون في درس مستفاد. الماسونية حقيقة وموجودة وأعضائها ناس مؤثرين جدا، لكن هل هم فعلا اللي بيحكموا العالم؟ مفيش دليل قاطع، لكن النفوذ بتاعهم مخيف. الماسونية سر غامض بقاله قرون، لكن هل هو مجرد سر ولا هو الحقيقة اللي محدش قادر يكشفها؟